ده بروفيسور فرنسي من أساطين علماء الطب على مستوى العالم. فله كتاب اسمه توبوغرافية تشريح الإنسان، أناتومي توبوغرافيك. أناتومي توبوغرافيك بالفرنساوي يعني توبوغرافية تشريح الإنسان. ماذا يقول؟ يقول أن عدد العظام في الجسم في الجنين البشري كالتالي. أول حاجة المفاصل. أيوة. المفاصل يعني العظم. أيوة. أول حاجة العمود الفقري 147 عظمة. خلينا نعد وراي. ايه نعد وراي. إيه. 147. أيوة. وبعدين تاني حاجة الصدر 24. 24. حلو. وبعدين نيجي للذراعين، كل ذراع فيه 43 عظمة. 43 ضرب 2 بكام؟ ب 86. وبعدين 44 ضرب 2 بكام؟ 88. وبعدين في بعد كده هوت بعد في الحوض. الحوض عدده 13. ثم في الفكين العلوي والسفلي 2. تجمع اهم 147 زائد 24 زائد 43 زائد 2 في 4 زائد 2 في 43 زائد 2 هيساوي 360 مفصل. 362 حسب دكتور روفيير اللي هو أستاذ في كلية الطب جامعة باريس، ودي منقولة عن كتابه أناتومي توبوغرافيك. المشكلة هذه ايش يا دكتور؟ أن الفاصل أدركنا ونرجع مع الجمهور بعد الفاصل إن شاء الله. إذا دكتور قلنا بأن كيث مور عالم الأجنة المعروف المشهور في جامعة تورنتو عندما قرأ الحديث الذي نص عليه صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه الإمام مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في أن خلق الإنسان على 60 و300 مفصل 360. ده رقم من يتحدى به العالم كله. ازاي الرسول صلى الله عليه وسلم من 14 قرن يعرف عدد العظام في الجنين؟ الذي اكتشف متاخرا في النصف الثاني من القرن العشرين. والكتاب اللي احلت اليه توه اللي هو كتاب دكتور روفيير الفرنسي، البروفيسور روفيير في كتابه اناتومي توبوغرافيك اللي هو عالم الاجنه. دي عالم اجنه فرنسي. طيب. غير دكتور كيث مور. اذا كيث مور قلت مع الزنداني الحديث بهره، قلت ان في بعد عدة آيات. نعم. 3 آيات. نعم من سورة المؤمنون. كملت الموضوع التي جعلته بعدها نطق بشهادتين. الآيات أنا أقراها الآن. تفضل. على الجمهور. سورة المؤمنون من الآية يعني 12 إلى الآية 14. يقول تبارك وتعالى في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. تفصيل دكتور. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم تسلسل يا جماعة. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه الآيات واضحة. من 12. عندما سمع دكتور كيث مور هذه الآيات، ترجمة هذه الآيات من الشيخ عبد المجيد الزنداني، استوقفوا 4 نقاط أساسية. أول حاجة ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. الرجل الله اتخض. ده أنا ما عرفتش إن الإنسان مخلوق من طين إلا يعني بعد ما خدت الدكتوراه بمراحل. ليه؟ إن الإنسان عبارة عن 16 عنصر. عبارة عن 16 عنصر. والطين 16 عنصر. 16. والكتاب الوحيد في العالم اللي قال الإنسان خلق من طين ما فيش غير القرآن. والإنسان لما بيموت ويتحلل بيبقى 16 عنصر، والطين برضه 16 ايه؟ يرجع لاصله. اللي يرجع لاصله. طيب هذه واحده. ادي واحده. نمرة 2 السيكونس، التسلسل بتاع الايات. دول الراجل قال انا بقالي 30 40 سنه بعمل يعني في مراحل خلق الانسان، اقوم الاقي كتاب من 14 قرن جايب نفس السيكونس نفس الترتيب. اول حاجه الطين اللي هو 7 مراحل، سلاله من طين، وبعدين النطفه، وبعدين العلقه، وبعدين المضغه، وبعدين العظام، وبعدين اللحم، وبعدين النشأة. هو التسلسل الطبيعي العلمي اللي هو الراجل توصل إليه من غير ما يعرف القرآن. كويس؟ وبعدين الحتة القاصمة بقى قبل النصف الثاني من القرن العشرين كل علماء العالم يقولوا عند تخلق الجنين
يبدأ الأول الجنين بيكون قطعة لحم حمراء، وبعدين تنبت له العظام. يعني اللحم الأول والعظم. واللحم في لغة الطب معناه المسلز، العضلات. العضلات. هذا الكتب القديمة، مش القديمة، ده لحتى بداية القرن العشرين. حتى بداية القرن العشرين طبعا. أن الإنسان يخلق قطعة لحم عضل. الجنين. أيوة. قطعة عضل في الرحم. أيوة. واللحم ثم ينشأ العظام. يعني لحم أول عظام ثاني. دي اللي يعرفه علماء العالم. وبعدين القرآن قال لك إيه؟ فكسونا العظام لحمة. إذا يعني الأول العظم، وبعدين ينبت للحم المسلز العضلات. فدكتور كيث مور قال مش ممكن، ما هذا كلام بشر إطلاقا. ومن 14 قرن في المؤتمر الخاص بالإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة في موسكو مقر الحادي العالمي، وقف دكتور كيث مور أمام الجمع من علماء المسلمين وغير المسلمين وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بعد إيه؟ الحديث أبو 360 وبعد مراحل الخلق دي. الغريب بقى إيه؟ الغريب إيه؟ بعد ما أسلم حسن إسلامه عمل كتاب اسمه الإنسان النامي، The Developing Human، الإنسان النامي. هذا كيث مور. كيث مور. راح مضمنه إيه؟ سبحان الله العظيم، فصل كامل عن تفسير سورة المؤمنون، ويدرسه لكليات الطب في جامعة تورنتو في كندا بتفسير سورة المؤمنون. أنا أتساءل أخي العزيز، هو يفسر سورة المؤمنون؟ أيوة. كيث مور. كيث مور. عجيب. أيوة، بمساعدة الشيخ زنداني وصاحبه. تعليقك إيش؟ والله تعليقي أنا انبهرت. أنا تعليقي لو أن إنسانا أستاذ في كلية الطب في إحدى الجامعات العربية الإسلامية فعل هذه الفعلة بتاعت كيث مور، هيقولوا عنه إيه؟ ما دخل العلم بالدين. بس كده؟ بتقولها كده أو يعني بتقولها هنا لينا؟ ما إيه تتوقع يقولوا عنه إيش؟ لا قول أنت. يقولوا عنه إرهابي. صح ولا لا؟ لا إله إلا الله. صحيح. شوف الأكاديميك فريدم. لأن الغربي حتى لو خالفك إذا توصل للحقيقة يتخلص من الرعونات النفسية إن كان عالما. صح. يبحث عن الحقيقة. ولذلك أما ربعنا غير، ما أخذ موقف سابق وخلاص. ولذلك ما دام الأمر كذلك، وان عدد العظام ثبت في النصف الثاني من القرن العشرين انه 360، وانا بعمل انفاسيس او استرس على هذا الرقم لانه رقم خطير. وعلى فكره انك تعرف عدد العظام في الجنين اصعب بكثير جدا من الراجل الكبير. صحيح. طبعا. لان اولا عاوز لك 20 جنين الاول، وعاوز ادوات في غايه الدقه ودي غير متاحه في الجزيره العربيه. دي نمره ايه؟ نمره واحد. ثاني حاجه مراحل الخلق. ولذلك انا بخاطب مشاهدي الكرام وضم صوتي لصوت دكتور كيث مور، هذا الذي أسلم وحسن إسلامه وبيدرس سورة المؤمنين لطلاب كلية الطب جامعة تورنتو. هذا هو رسول الذين يسيئون إليه، وهذا هو الله الذي يوحي لنبيه بهذا الرقم. وبالتالي عاوزين نجدد البيعة مشاهدي الكرام لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وللخالق الذي أوحى إليه بهذا الرقم، فنقول معا بلسان ذاكر وقلب خاشع وجوف مملوء بالإيمان، نجدد البيعة ونقول نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كلها يا أخي تنجيك من عذاب يوم عظيم. وبعدين اوعى تتصور ان هي غمسة في النار وخلاص، ده نار الآخرة، نار دنياكم جزء من 70 جزء من نار الآخرة. مع أن نار الدنيا ليست نار بوتاجاز زي ما الناس بتصور أو نار الفرن، لا، ده احنا عندنا النار في الدنيا يا شيخ محمد درجة حرارتها 100 بليون درجة مئوية. النجوم، باطن النجوم، السوبر نوفا، المتفجرات درجتها تتجاوز مئات البليون. المشاهدين يتصلون يقولون كثروا علينا الشواهد، لأن دكتور أنت عندك 50 آية عندي. علمية وهي تحتاج إلى 4 شهور احنا يوميا نلتقي معك، لكن ماذا نصنع؟ دكتور وقفت وقفة طويلة في إذاعة القرآن الكريم في الكويت مع قصة النملة وسليمان. حتى إذا أتى حتى يعني مع الآية 18 و19 في سورة النمل التي يقول فيها رب العالمين حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هذه واحدة. خليك واحد. فتبسم ضحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. مع الملك التواضع وهو نبي وملك. أين الإعجاز في هذه الآية؟
ليه مع هذه الآية الكريمة